السلام عليكم. معكم حمزة عمران، مدرب وطني. اليوم راح نسلط الضوء على طريقة تنفيذ نادي الاتحاد الليبي بقيادة المدرب الوطني أسامة الأحمدي لركنيات في المباراة الودية أمام نادي السواحلي الليبي 10/2024 بملعب طرابلس الدولي، استعدادا لخوض منافسات الدوري الليبي الممتاز. طبعا اعتمد المدرب أسامة الأحمدي على 6 لاعبين داخل منطقة الجزاء، بالإضافة إلى لاعب على مشارف منطقة الجزاء، مع وضع 3 لاعبين في وضعية الدفاع المتقدم بشكل مثلث ينظر إلى مرمى الخصم. تم توظيف الهرام في القائم الأول والأقجع في القائم الثاني، بالإضافة إلى 4 لاعبين بين القائمين، والقليب في وضع الانتظار على مشارف منطقة الجزاء. هذا إذ كانت الركنية على يسار حارس المرمى الخصم، أما إذ كانت على يمين حارس مرمى الخصم فيتم تبديل الأدوار من تنفيذ للركنية والتمركز على القائم الثاني بين الأقجع وياسين. طبعا في هذا الأسلوب مفاتيح اللعب الأساسية هم لاعب القائم الأول الهرام ولاعب القائم الثاني سواء كان الأقجع أو ياسين، هذا بالإضافة إلى اللاعب المتمركز على مشارف منطقة الجزاء وهو القليب. في الفيديو قمت بتوضيح اللاعبين الثلاثة بالألوان الأبيض، أما الرباعي بين القائمين فقمت بتوضيح باللون الأحمر كما موضح لكم. في هذه الركنية سنشاهد دور القليب بعد استخلاص الكرة من قبل لاعبي السواحلي وإرسالها إلى الأمام، حيث قام بكسر الهجمة المرتدة للسواحلي وفتح خيارات له، إما بإعادة إرسال الكرة داخل المنطقة أو إرسالها إلى أحد الأروقة أو التسديد، والخيار الأخير إرجاع الكرة للخلف وانتظار إعادة تمركز لاعبيه لبناء هجمة جديدة. في هذا المثال سنشاهد القليب يختار إرجاع الكرة للخلف. صراحة بالنسبة للقليب والهرام والأقجع قد قاموا بأدوارهم بشكل جيد، ولولا براعة عمار مسعود حارس نادي السواحلي لشاهدنا على الأقل هدف واحد من ركنية بهذا الأسلوب في هذه المباراة. هنا نحيي الطاقم الفني لنادي الاتحاد بقيادة المدرب أسامة الأحمدي ولاعبيه، ونتمنى لهم خوض موسم يليق بمؤسسة نادي الاتحاد العريق. في الركنية القادمة سنشاهد الأقجع يقوم بتنفيذها بدلا من ياسين بعد خروجه ودخول معاذ عيسى وتمركزه على مستوى القائم الثاني. هنا لتاني مرة يقوم لاعبي السواحلي بإبعاد الكرة للأمام، ونشاهد القليب في التغطية واختياره المراوغة ومحاولة التسديد من مشارف منطقة الجزاء. من الواضح جدا أن تنفيذ الركنيات لنادي الاتحاد نتيجة تمارين لم تكن أبدا بشكل عشوائي. في هذه الركنية يظهر الشكل الثاني لتنفيذ الركنية، واحد أسباب اختيار لاعب مهاري في القائمة الأول، حيث نشاهد تقدم الهرام وطلب الكرة بتمريرة قصيرة لفتح لنفسه خيارات إعادة التمرير لمنفذ الركنية وإرسالها لمنطقة الجزاء أو المراوغة ودخول منطقة الجزاء كما موضح بالرسم في الفيديو. أما هنا وبعد التغييرات للاعبي نادي الاتحاد نشاهد اللاعب المرغني في التنفيذ واختياره التنفيذ السريع للمباراة قبل حتى التمركز الكامل للاعبي فريقه كما موضح بالرسم أمامكم. ولثالث مرة يقوم لاعبي السواحلي بتشتيت الكرة للأمام وتكون من نصيب اللاعب المتمركز على حدود منطقة الجزاء واختياره ذلك الكرة للرجوع إلى الخلف. وفي النهاية أنا حمزة عمران أحييكم، وهذه ما كانت إلا مجهودات ذاتية مني، أصاب منها ما أصاب وأخطأ منها ما أخطأ. تحياتي لكم.